السلام عليكم. أنا أحمد شاهين وجاي النهاردة أقولك إزاي تقيس زيت موتور عربيتك بطريقة صحيحة. أول حاجة هتوقف العربية على أرض مستوية، لا مايلة يمين ولا مايلة شمال. لو أنت جاي من مشوار طويل والعربية سخنة قوي، تبطل العربية لمدة 5 دقايق لحد الزيت ما يهدى وينزل في الكارتير. تاني حاجة هتفتح الكبوت وتطلع مقاس الزيت اللي هو سيخ المقاس، وتمسحه بفوطة ناشفة ونضيفة، وبعدين تدخل مقاس الزيت مكانه تاني بالراحة لغاية ما يوصل لآخره. ثانية كده أو ثانيتين وطلعه تخليه قدامك في شكل أفقي. هتبص على مقاس الزيت هتلاقي فيه علامة مينيمم وعلامة ماكسيمم، اللي هي العلامة اللي تحت والعلامة اللي فوق. المفروض حد الأمان يكون الزيت بين النقطتين دولت، لكن حد الامان البرفكت ان انت عربيتك تمام والزيت تمام انه يكون قريب من النقطة اللي فوق او تحت منها بشوية. طب ازاي تعرف ان في غلط؟ المفروض كمية الزيت المظبوطة لا تقل عن النقطة التحتانية ولا تزيد عن النقطة الفوقانية، لان الاتنين غلط على الموتور. فلو لقيت مستوى الزيت بين النقطتين انت كده في الامان، بس الافضل انه يكون قريب من النقطة الفوقانية. طبعا في ناس بتسأل أقيس زيت الموتور الصبح والعربية باردة ولا وهي سخنة؟ في كتالوجات عربيات بتشترط إن أنت تقيس الزيت والعربية سخنة. فأفضل طريقة علشان تعرف كمية الزيت المظبوطة لعربيتك وطريقة قياسه الصحيحة إنك تراجع المانوال بتاع العربية أو كتالوج الصيانة. وخلي بالك إن زيت الموتور شيء مهم جدا للعربية، ومتابعة القياس باستمرار وخصوصا في السفريات والمشاوير الطويلة مهمة جدا، والموتور يؤدي وظيفته بكفاءة وما يحصلش فيه أي أضرار إن شاء الله. بتمنى إن المعلومة تكون عجبتكم ولو إنها معلومة سريعة، وربنا يستر طريقنا جميعا، وبالتوفيق للجميع. أحمد شاهين، سلام عليكم.